بسم الله على بركة الله غنبداو ان شاء الله في تحضير هاد الكريمه اللي هي مكوناتها بساط بزاف الصراحه. المهم اول حاجه كنحتاجو سكر سنيده. هنا كنحتاجو القهوه، يا اما قهوه كتعصروها في العصاره يعني عاديه، اولا القهوه اللي كتكون سريعه الذوبان اللي كتفضلوا. هنا شي حاجه اللي غادي نخلطوا فيها ضروري ما يكون يعني الفم ديالها كبير، ضروري شي حاجه هكا اللي الغطا ديالها يكون كيتزير مزيان وتكون فمها كبير. وهنا عندي القشده الطريه اولا الكريمه. المهم شي حاجه اللي تكون بارده وكما كتشوفوا هنا راه حليتها بالمقلوب. شوفوا ماشي مشكل. المهم اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله غادي ناخذوا هذا الكاس وغادي نحطوا فيه غير القليل من هاد القهوه لان راه بزاف. كما شفتوا حطيت غير واحد الكميه اللي قليله، ها هي تقريبا واحد 2 معلقات كبار ديال القهوه. بالنسبه للكريمه عندي انايا فيها السكر، يعني غناخذ غير شويه من السكر، ما غاديش ناخذ بزاف بركه لان انا ما عندي صراحه مع الحلاوه بزاف. وغادي نسد على هاد القهوه مزيان هكا وغادي نحاول نحرك غير بين ما دابت هاد القهوه هادي دوب نحس بها، عفوا بين ما دابت سنيده. من الاحسن اختاروا سنيده اللي كتكون رقيقه باش هكايا كتذوب معاكم دغيا. ها نتوما كما كتشوفوا معايا راه غير القهوه مع هاد السكر سنيده راه كيعطيو واحد الرغوه كما كتشوفوا. دابا غادي نحل وغادي نزيد الكريمه وغنستمر على التحريك. القياس كديروا عينكم ميزانكم، يعني ما نعطيكمش واحد القياس اللي محدود. وغنزيد نحرك بهذه الطريقه راه كتطلع الكريمه ما تخافوش منها، يعني كتبقاو كتحركوا بهذه الطريقه راه كتطلع محدكم وانتم كتضربوا وكتحسوها كتقال. سينو ديروا في الخلاط الكهربائي اللي كتفضلوا. انا غنبقى نضربها على هذه الطريقه بالما طلعات ونتلاقاو ان شاء الله. ودابا غادي نوريكم ان شاء الله الكريمه ديالي غير هي. حاولوا الكميه اللي غادي نديروا تكون يعني قليله على الكاس اللي نتوما غادي تحركوا فيه. هذه حاجه مهمه. الا ما فيكم ما تبقاو تحركوا يعني بيديكم ديروا الخلاط الكهربائي. المهم ها هي النتيجه اللي حركت معاكم وحصلت عليها. ها هي يعني كتر ما بغيتوا الكريمه عاقده كتزيدوا تحركوا، بغيتوها شويه مرخوفه على حسب اللي بغيتو نتوما. انا خديت هاد الكاس فين غنقدم هاد الكريمه ديالي. ها هي كما كتشوفوا يعني ما كطيحش طلعات. دابا غادي نحطوها في الكاس وخاص تكون بارده يعني شي حاجه زوينه. هاد الكاس راه كبير بزاف، يعني بالنسبه للكريمه هادي 200 ملي راه دير لكم حتى 4 كيسان الا الكيسان كانوا صغار. انا راه الكاس كبير بزاف. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا شي فاكهه اللي كتفضلوا ديروها، بغيتو ديروا شوكولاط غبره يعني اللي كيكون بالسكر ديروه، بغيتو ديروا هذا عندي انايا الشوكولاط غبره بلا سكر، هذا شوكولاط امارو. وعندي هنايا طريفات ديال الشوكولاط.
قطعت هنا واحد طريفات الشوكولات غادي نحطهم من هنا، وغندير واحد الرشه خفيفه من هاد الشوكولات غبره. وهذه هي الكريمه ديالي كما كتشوفوا، كتجي شي حاجه اللي زوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتجربوها. شي حاجه اللي زوينه بزاف، سهله، مكونات بساط، وشي حاجه اللي كتنعش، يعني شي حاجه منعشه زوينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. كما كتشوفوا غادي ندوقها معاكم. بسم الله. صراحه كتجي واعره والله العظيم، زوينه، ومع هاد طريفه الشوكولات كتحسوا بواحد القرمشه، يعني شي حاجه زوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. والى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والحباب ديالكم. وحتى لهنا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.